الإنسان اللي مش بيقرأ عقله وأفكاره بتتشكل من المحيطين. اللي هيقع على نظره وعلى سمعه هيقول لأنهم بيقولوا، هيعمل لأنهم بيعملوا، لأنه ما عندهوش مصدر آخر للتغذية الفكرية، فمش بيبقى قدامه غير تقليد اللي حواليه. كلامه هيبقى كلامهم وأفعاله هتبقى أفعالهم، وده بيخلينا نسأل: احنا معلوماتنا وخلفياتنا العلمية بنجيبها منين؟ الدراسة بتاعتنا، التثقيف الذاتي، والبطانة بتاعتنا، والمالتي ميديا، أي كل ما هو مسموع أو مرئي. الدراسة والتثقيف الذاتي تراجعوا للصفوف الخلفية، وتقدمت المالتي ميديا، سينما، مسرح، تلفزيون، راديو، تراجعوا هم كمان للخلف. واللي تصدر المشهد النهاردة الموبايل هو الأداة الوحيدة النهاردة اللي بتشكل عقولنا. معلومة على فيديو على حتة مزيكا وبتتستف في ذهننا واحنا مش عارفين المعلومة دي إذا كانت حقيقية ولا مضللة. حتى لو جيت تبحث عنها مش هتلاقي الحقيقة كاملة في محركات البحث، لأن حتى محركات البحث والاي اي أصبحوا مسلطين. المعلومة اللي بتتقال لمصر غير اللي بتتقال لفرنسا غير اللي بتتقال في آسيا. فما فيش غير القراءة. التكليف الرباني ده هو الحاجة الوحيدة اللي هتشكل عقلك كما يجب وبشكل أصيل. إنما الفيديوهات بقى والريلز هتخلق عقل فارغ مليان داتا متناقضة ملهاش أي قيمة.